مين انت؟ مراسل بالتنظيم. بديع رشا. مين انت؟ مراسل بالتنظيم، راجع على المعسكر بس جعت كتير. حاسس حالي شايفك من قبل. أكيد شايفني بالمعسكر لأنه أنا بروح لهنيك كتير. لا أنا شايفك بغير محل. ورجيني وشك بالله. بديع وينك ولا؟ روح بلا ما يعصي. يلا. أهلا أهلين بالمعلم. ما طولت عليك. بديع، هيلا لك. شو هاد؟ لا إشي حجي، وزعون على الناس. يلا الحقوني. رشا، جيبيها لرويدة. رويدة تعي معي. امسكي، خلي هدول معك. عم تاخد من هالدواء بس ما عم بيأثر فيها. بده شهر ليبلش أثره على الواحد. اصبري، بقيان كم يوم وبصير لعنا شهر. بعدين ما عادت تتعرف على أمها. تعي رويدة تعي، ليكي جبت لك معي الدواء. يسلموا معلم. تكرمي. يلا. راح يدورها للبنت، لازم خلصها منهم. اختي ديالا أهلين جاي بنتي. لعندك. مرحبا عمو، كيفك؟ أهلين، تفضلي. زينب مو هون؟ ليك جاي، تفضلي. أهلين. أهلين، شو هالمفاجأة؟ شو أخبارك زينب؟ أنا انشغل بالي عليكي، سمعت إنك متضايقة وأجيت لحتى أشوفك. تسلمي لي. خلص لا تزعلي، أنا واثقة فيكي. واثقة فيها؟ ما في غيره، أكيد الدكتور هو اللي بعتك لعنا، ما رشاد، هيك؟ مشان الله اسكت. يعني البنت ضيفتنا، ما بصير. تعالي لجوا على غرفتي. لا معلش، طمنت عليكي. يلا بالإذن. الله معك. الله معك، شرفتيني. عود علي عود. بس تعتم العين، تعالي على الخرابة القديمة. ما عم يتركوا البنت لحالها. يا ربي كيف بدي خلصها منهم؟ اجت المساعدات، وصل الاكل يا شباب، وصل الاكل. يلا يا زلمه كنت رح موت من جوعي. عفوا يا شباب. هجمتوا عليه. شوفي كل واحد على شغله. يلا شو واقفين عم تساوي؟ يلا جوعانين، صار لنا اسبوع على لحم بطننا. ست حلقك هلا بتاكل. يلا نزلوا. والله جوعانين. يلا شوي بسرعة. يلا يلا. زلمه شو دغري هجمتوا؟ شبك يلا بسرعة. يلا خفوا شباب. يلا بسرعه يا شباب. انت شو قاعد عم تساوي؟ صار لنا اسبوع. تعال ساعدهم بنقل الاغراض على المستودع لشوف. حرك. لك على مهلك، لا توقعون. يلا روح. يلا خذ هي كلي. حطها جوا. تاكلها. سيك. ما راح اكلها، حوتها جوا. يلا بنحلى. يلا بسرعه يا سلام. شم الريحه. والله شيء ظريف. خذ مسيك هسه جوا. خذها فوتها لجوا مسيك. يلا يا شباب تفضلوا. يلا شيل معي يلا حساعدك انا احمل هذا. اوف شو ثقيله هي. حطهم هون. لازم أعمل لي شي قصة تخليهم يبعدوا عن نرمين شوي. طلع جيب باقي الاغراض.
زينب، خير يا بنتي؟ شوف يا حميد. علمي علمك، امشي لنشوف. يلا جاي. يا ربي لا، اختي زينب. علي شو بك؟ علي شو بك؟ أنا هون حبيبي. شو زينب في؟ شفت منام كثير بخوف. يا حبيبي لا تخاف، مشي الحال، ما تبكي، هذا كابوس. يا الله انا خايف عليكي يا زينب، كانوا رح يقوصوكي. شوفي انا بحبك، لا تموتي، لا تتركيني لحالي. زينب، شو صاير له؟ ما في شي بابا، بس كان عم يشوف كابوس. طيب خلينا، يلا. يلا نام حبيبي، ما تخاف. ايه شو هالورقة؟ شو هاد؟ بس تعمم، لا بس تعدم العين تعي على الخرابة القديمة. طارق هيك لكن. حميد تعال راجع الرسالة وشوف شو بده من بنتك. صدقت هلا؟ بسيطة، أنا رح ورجي لها الكلب يا حميد. هيك لك يا حقير. انت خليك هون، لا تتدخل يا رشاد. بابا لوين رايح؟ عمي شو صاير؟ فهموني. لا يا ربي. تعال دورها منيح، يلا بس دير بالك لا تحرقها. هانيك يا بنتي، بعد شوي رح أفجر المستودع وساعتها رح أقدر هربك من هون. مانو بالخرابة، عنا استوصل. يلا. بعد شوي رح أحطلكن أكل، أكيد جوعانين. يسلم ايديكي. دكتور دكتور، وينه؟ خير شو دكتور. في؟ وينه قليل هالشرف ها؟ شو هالحكي هاد؟ عيب. انت لا تتدخل. ديالا وين طارق؟ ما بعرف، وعلى الأغلب ما راجع لهون. هذا أكيد ببيته، امشي لهنيك. يلا. رجاء، امي لهلا ما رجعت؟ لا والله لسه. ظافر بيك، أنت أملي الوحيد، مشان الله ساعدني. والله يا أختي كان بودي، بس مع الأسف فترة التسجيل خلصت والطلاب اكتملوا. آسف ما فينا نسجل ابنك. مشان الله دبرها، يعني ما في محل واحد؟ مو ضروري تحطه بغرفة، إذا بدك خليه ينام بالصف، المهم يصير عندك، لأنه إذا ضل بهاي الضيعة رح يطلع على الجبل. مشان الله يا أخي سجله بهاي المدرسة. ما في داعي تنفعلي، عادي إذا بتريدي. خلص أنا رح حاول. يعني صحيح إنه نحن هلأ ما عنا محلات، بس كل سنة في طلاب بيتركوا من تاني فصل، والشغلة المنيحة إنه مو بقيان للفصل الأول غير شهرين. رح أكتب اسم ابنك على راس القائمة، وإن شاء الله الفصل الثاني رح نسجله عنا. بس حاليا أنا بعتذر منك، عن جد ما بقدر. إيه مثل ما بدك، شو بدي أعمل؟ مضطرة أني استنى. عمي وحيد بعت هالغراض لأحفاده. يسلموا هالديات. يا رب، شو بدي أعمل مع هالبلوة؟ شو بدي أعمل؟ طعم المحل ما استوى، يلا نشوف.
بديع، شو صار معك مشان الشنطة اللي عم تدور عليها؟ قلبت المنطقة فوقاني تحتاني بس ما قدرت لاقيها. يلا بسرعة، طالي شقفة من ناحية الفخذ. يلا يلا قوام. دكتور دكتور افتح دكتور الباب، افتح، بعرف انك جوا. خير شو في؟ لك كل الساعة عم تسأل ولا؟ كل الناس عم يحكوا على بنتنا بسببك يا رشاد كلب. اسكت، انا بدي اتفاهم معه. شو عم تحكي يا حميد؟ ما بينشفي غليلي لحتى يشوف هالكلب ميت. وقف رشاد وقف. خلص ما بيصير لك، حط عقلك براسك، لا تجن. لك شو صار لك؟ انت بتعرفي تقري وتكتبي؟ ايه يعني. كتير منيح. روحي على المستودع وجيبي لنا قنينة مشروب. طيب ماشي. خذ حصتك. ايه والله برافو عليكي، بدنا مشروب بعد هالأكلة وبدنا نكيف على المزبوط وفي بنات كمان. لا تخافوا، ما حدا هجم علينا. هذا مستودع الأسلحة انفجر. ويدا طمنيني، انت منيحة؟ ما فيني شيء، أنا منيحة ما فيني شيء. منيح، تعي لعندي. يلا تعي. يلا بنتي خلينا نمشي. ما فيني أمي، ما بصير لنا شي، لا تخافي. ما فينا نهرب، بيقتلونا نحن الاثنين. قلت لك تعي معي لا تخافي. يلا رويدا تعي بقى، خلصيني. يلا ليكني جاي. خلصيني بسرعة. لا حدا يرجع يروح على المستودع. خلص أمي روحي روحي. يصير انفجار ثاني بعد. يمكن يصير انفجار تاني، انتبهوا منيح. شباب انتبهوا بعد. زيدان ارجع شوي لورا. لا يقوم يصير انفجار. رجعوا. ما بدنا شيء حلا اليوم. بعد شو بدي أعمل؟ طيب شلون هلا بدي أهربها لبنتي؟ اخي خلص طول بالك، خلص. لك اخي انت شو عم تعمل؟ خلصنا بقى، امشي معي. شو عم تعمل يا رشاد؟ شو عم تعمل يا رشاد؟ دخيلك يا ربي. لا تتدخل يا شيخنا، بدي اقتله واخلص. خلصنا بقى، هي الامور ما بتنحل بهيك طريقه يا رشاد. خلص بقى، طول بالك شوي. اسمعني يا دكتور، انا بحبك لانك خدمتني كثير، بس الحكي اللي عم ينقال ما حدا بيتحمله. انا واخي رشاد معنا حق. انا بحب بنتك يا عم حميد. وعم تقولها يا قليل التربيه، وعم يحكيها بدون ما يخجل. اخي هدي شوي الله يخليك. عمي وقف. دكتور طارق عرض علي الزواج وأنا قلت له إني مو موافقة، بس هلأ فيك تجي وتطلب إيدي من أبي يا طارق. ايه هيك ها؟ معناتها كل شيء رح يمشي حسب الأصول. بكرة بيجي بيطلبها ونعلن خطبتهم بالضيعة وهيك بيمشي الحال. يلا زينب امشي بدي، يلا.
بابا بس ما تكون اتضايقت مني. لا يا بنتي لا، ليش لا اتضايق؟ يلا تصبح على خير. وانت بخير بابا. يا أخي هيك كنت رح تقيم لأيامي. شفت شلون الشاب ما عنده نية سيئة؟ شو قصدك يعني؟ ليكون بدك تعطيه البنت؟ إذا اثنيناتهم بيحبوا بعض ليش ما وافق؟ يجي ويطلبها حسب الأصول وأنا ما عندي مشكلة. ما بيصير، أنا مو موافق على هالجوازة. أخي هاي الزلمة رح يجي يطلبها البنت، شو بدك لسه؟ مبين إنك ما بتحب الدكتور يا أخي، بس الشغلة لا بإيدي ولا بإيدك، ويمكن الدكتور طارق يصير صهرنا. بقى شو بدنا نعمل يا أخي؟ هي القسمة وهي النصيب. خلصنا هلا وقت مزحك يعني بكفي. بتعرفي انبسطت كتير للدكتور طارق والآنسة زينب. ديالا بنتي، شو ما كنتي عم تسمعيني؟ وين كنتي شاردة؟ ما في شي، عم فكر شوي. شو كنت عم تحكي؟ كنت عم قول إني فرحت لدكتور طارق وزينب، وإن شاء الله الله يتمم لهم على خير. إن شاء الله جدي، إن شاء الله. الله يسعدهم مع بعض. أنا بدي نام، بدك شي؟ تصبح على خير. وأنت من أهله، الله معك. هي صار اللي بدك إياه، ورضيت زينب تتجوزك. يا ترى قراري صحيح ولا لا؟ أنا بحبه وهو بحبني، بس مو من حقي أعمل فيه هيك وخليه يتعذب معي. يا ربي يا ربي بترجاك تساعدني. ما عم صدق، قالت انها موافقة تتجوزني قدام عمها وابوها. يا الله، حاسس حالي عم بحلم. انا بوعدك اني اساعدك يا زينب. رح اعوضك عن كل شيء. شو؟ لوين راح الولد؟ سعيد سعيد سعيد، وين يا ربي؟ لوين راح؟ سعيد سعيد سعيد، وينك؟ يا ربي شو بدي أعمل؟ لوين راح الولد؟ ديالا خير خالتي، شو في؟ ما لقيت ولادي مو جوا. سعيد سألني عنك كتير. لا تخافي خالتي، هدي حالك شوي، امشي نشوفهم بالبيت. لا بنتي، أنا بروح بشوفهم. سعيد رجع. شو وينه سعيد؟ سعيد راح وتركنا. ولوين راح؟ يلا رد علي. ما بعرف أمي، فات الصبح وما لقيته بتخته. جيت لهون قلت يمكن بلاقيه بالبيت، بس ما لقيته. هو كان دائما يقول لي انه بده يهرب، وليكو هرب يا امي. اخي انضم للارهابيين. شلون ما حسيت على اخوك وهو عم يهرب يا ابني؟ ليش تركت اخوك يروح يا رجال؟ ليش تركته يروح؟ كنت نايم يا امي، والله العظيم ما حسيت يا عليه. ربي ليش يا سعيد ليش؟ لا تبكي يا حبيبي، ما بدي اشوف دموعك يا عمري. بكره بلاقيه وبرجعه لاخوك. ليش رحت يا سعيد؟ سعيد يا ربي، ليش رحت وتركتنا يا ابني؟ هيك بتصير واحد من الارهابيين. ليش رحت على الجبل وتركتنا يا عمري؟ يا ويلي يا ربي، شو عمل مع المصيبة؟ سعيد
مين انت ولا؟ وشو عم تعمل هون؟ أنا أجيت انضم للتنظيم. ومين انت لتنضم للتنظيم؟ أنا ابن للبطل فكرات. فكرات؟ مين فكرات؟ قصدك هداك الواطي اللي سرق التنظيم؟ لا وعم بيقول بطل عن ابوه. شو عم تحكي أنت وياه؟ شو ما بتعرفوا إنه أبي ضحى بروحه مشان التنظيم؟ اصحى يا ابني اصحى، لك ابوك كان خاين ونصب على التنظيم. سرق لنا شنطايه مليانه بالبضاعه. شو البضاعة؟ عامل حالك ما بتعرف؟ مخدرات. صار لنا ايام وليالي ونحن عم ندور على البضاعه اللي سرق ابوك، وبسبب ابوك هالواطي رح يخرب بيتنا كلنا، فهمت هلا؟ قول شوف بتعرف وين ابوك حط البضاعه ولا؟ أنا بضاعة، أبي بحياته ما سرق حدا. أبي بطل، ولا تحكوا عنه هيك. أبي ضحى بروحه مشانكم ومشان التنظيم. ابوك واحد خاين واسال التنظيم، عم تفهم؟ والتنظيم امرنا نخلص عليه، عم تسمع؟ امرنا نخلص عليه. انتوا عم تكذبوا علي. اللي عم بديع قال لي انه ابي مات بطل وكان وفي إلكن، وانتوا الخونه، وانا ما بصدق الكذابين اللي مثلكم. اخلص ولا ست حلقه، اصلا بديع هو اللي اوصل ابوك الخاين، عم تسمع ولا؟ وكل ما بيسمع بسيره ابوك بصير بيلعن وما بيخلي عليه مسبه. بقى شلون عم بتقول عن ابوك انه بطل ها؟ انتوا الكذابين وانتوا الخاينين والواطين، مو ابي. انت شو عم تخبص ولا شو عم تخبص؟ اصلا بديع قوص ابوك قدام الرجال كلها، وروح اساله اذا بدك. فو يا فوطي على مين عم تقصي يا ابوي؟ يا خاين يا ابن الخاين، انا بورجيك يا ابن بين طالع لابوك كلب. خلاص يا واطي، اسكت يا كلب. خاين ابن خاين، بكفي حاجته، هلا بيموت بين ايدينا. بين طالع لابوه الواطي. يلا امشي، مو مستاهل هيك. سعيد تعبان كتير وما رح يقدر يبعد. أكيد هلأ بيكون واقع بشي محل. الدكتور طارق معه حق، وخاصة بهالطقس البارد ما رح يتحمل جسمه. كرمال الله امشوا ندور على ابني يا شيخنا. شلون بدنا نعرف وينه هلا؟ بأي اتجاه بدنا ندور عليه؟ نحن لازم نلاقيه لو شو ما صار. منخلي أهل ضيعة يساعدونا، وإذا تعاوننا كلياتنا بإذن الله رح نلاقيه دغري. ايه مزبوط يا شيخنا. بوس ايدك يا شيخي، روحوا دوروا على ابني بسرعة. طمني يا بنتي، هلا منروح. يا رب يا مهون. ديالا لا تنسي تعطي الدواء لابن العمر اغا، ماشي؟ حاضر. دكتور طارق، شو بدك؟ برا برد كتير. شكرا يا احسن ممرضة بالدنيا. الله يحميك. مو بقيان عنا لا بوريد ولا رصاص، كله انحرق بالمستودع. ومو بقيان اكل، ومو بقيان شيء، لا رز ولا شقفة لحمة. وشو بدنا نعمل؟ الجماعة جوعانين. ليش بقى مو امبارح المسات على الشو؟ بلا بس من الصبح ما داقوا ولا لقمة. وشو عليه يعني؟ هدول محاربين ولازم يصبروا على حالهم شوي. ايه والله لازم اكل، انا ما عاد فيني والله. شلون بدنا نحمل الذخيره ونحن جوعانين؟ برد كمان. والله ايه والله برد. كلامك مزبوط، بس التنظيم دائما بيوعد بالاحسن وما فينا نتركهم جوعانين اكثر من هيك. بعدين منخاف يتمردوا علينا زيدان، لازم نتصرف بسرعة. ما في عنا حل غير نقول للمختار يساعدنا. بس ما فينا نبعت له حدا بهالوقت. طيب اتصل فيه. تليفونات مراقبة ما بقدر. طيب إذا هيك احكي معه بالألغاز. أكيد رح يفهم عليك. والله بعد قدران امشي للبرد، ما فينا يشغلنا جلد وضامن. خلص بقى انا بقول له لعبده يظبطها. بابا تليفون. لك انت شو دخلك؟ انا برد. الو الو الو، انا محمود بختار ضيعة صارصو، مين معي؟ هذا انا يا محمود، عرفتني؟ روحي ولك. ايه مرني، شو بدك يا راعي؟ الجمال عم يجي على صدرها ونعاج جوعانة، بدنا علف يا مختار. والله يا اخي مو بقيان عنا علف في المستودع، ما بقدر ساعدك. شو قال لك؟ قال ما بيقدر يساعدنا. وشو بدنا نساوي هلا؟ في ضيعة قريبة من هون، منروح منجيب منها أكل. أنت خليكي هون يا رشا. طيب بديع جيب الرجال معك. ماشي. يلا شباب، بدنا نروح هلا مشان نجيب أكل. يلا ماشي. تعال نوري وأنت مسلم. حاتم جيب أخوك وتعال. يلا يا شباب يلا. اسمعوني. حاضر معلم. الباقي بيخلوا معهم ذخيرة وبينتبهوا على البنات.
يلا الحقوني. هلا بس يروحوا بهرب انا وبنتي من هون. حاضر يلا. نحن جاهزين. يلا باشا، انتبهي منيح بغيابي. لا تشغل بالك وانتبهوا على حالكم. خاطرك. رويدة، تعي معي. حاضر زيدان. استني شوي، خذي الدواء قبل ما تروحي. يسلموا رشا. الله لا يوفقك. لازم نلاقي الولد بأسرع وقت. يلا امشوا ندور عليه يا شباب. شباب، شو ما في حدا منكم بده يساعدنا؟ لا يا شيخنا، لأنه ابنه لفكرت، وانت بتعرف منيح انه فكرت كان خاين. بس هو ما دخله بأبوه أبدا يا جماعة، وإذا ما ساعدناه رح يموت بالجبل. دكتور طارق، شو نسيت انه هذا الولد كان بده يقتل الانسه زينب ويخلص عليها لانه يا مثل جماعة ابوه خاين وابن اسمعوني خاين. شوي، لا تظلموا لابني، بترجاكم تساعدوني، لا تتركوني. ابني لساته صغير وما بيعرف وين مصلحته. حاجة تبكي يا بنتي، بكفي. اسمعوا يا جماعة، كلياتنا بنعرف شلون هالتنظيم بيشتغل وشلون بيخدعوا الأولاد الصغار وبيلعبوا بعقولهم، وسعيد لساته ولد صغير وجاهل. اسمعوا الشيخ ابراهيم شو عم يقول. وماله ذنب بكل يلي صار. مظبوط. بقى خلونا ندور عليه. ليش ما ضحكوا على ابني كمان يا شيخنا؟ وهو كمان صغير ولساته جاهل. لا تآخذني، بس سعيد مثل أبوه خاين، وما رح نأمن له إذا رجع لضيعتنا. مشان هيك هذا زلمه خاين، خليه يروح من هون ويحل عنا بقى. ما بدنا اياه. هذا الزلمه خاين، خليه يحل عنا. ايه خاين. شيخنا لا تزعل منا، نحن ما بدنا هالحرمة، ما بدنا حدا من ولادها يعيش معنا بضيعتنا. ابننا كان بده يقتل ولادنا، جايب كل وقاحة بده ايانا نساعده. والله عم يحكي صح، سعيد رح يكون خاين مثل ابوه، اثنيناتهم ارهابيين. ومثل ما بيقول المثل، الكلب خلف جرو، ما طلع احسن من ابوه. ايه والله. اتركوه يروح، خليه معهم للبلي. مختار، الولد راح على الجبل ويا بيموت يا بيوقع بإيديهم، ونحن لازم نرجع سعيد مشان ما يصير إرهابي. مزبوط كلامي يا مختار؟ إذا بدك إياه يرجع، روح لحالك، روح ساعده أنت. نحن ما بدنا هيك واحد، ما بنرضى يكون بيناتنا واحد إرهابي. إرهابي شو بدنا فيه؟ شو بدنا نعمل يا شيخنا؟ نترك الولد يموت بالجبل؟ انت ما عليك يا بنتي، اطمني، رح نساعد ابني ولا تخافي، رح نضل ندور عليه لنلاقيه. خلص انت خليك هون يا شيخنا، انا بدور عليه. وانا رح اجي معك يا دكتور طارق. بس معقولة تروح لحالك؟ ما في عنا حل تاني، سعيد ما رح يتحمل كل هالبرد، لازم اطلع ودور عليه. بس انتبه على حالك يا ابني، لأنه خايف عليك تمرض. ولا يهمك يا شيخنا. يلا امشي نروح. مع السلامة يا ابني. ما بدي وصيك. زينب، بعرف يا ابني ولا يهمك، انت لا تشغل بالك، وارجع لنا بالسلامة. وأنا بحكي مع عمك حميد بخصوص زينب. الله يخليك يا شيخنا. يا رب تساعدهم وتحميهم. الفستان كتير حلو، لأنه له شاحط طويل ومشكوك باللولو. بتعرفي أكيد فستان العرس رح يطلع عليكي حلو كتير. ايه طبعا رح يلبق لها، اكيد رح يلبق لها. يعني عن جد رح تتجوزي الدكتور طارق اختي؟ شو هالسؤال، خجلتها لأختك. ايه بس لهلا ما قلتي لنا يا بنتي، امتى بده يجي الدكتور طارق يطلبك وامتى العرس؟ والله ما بعرف يا مرت عمي، أبي وعمي هن يلي بيقرروا هالشي. بلاقيكم فاردين الجهاز. مرت أخي، نعم. ما بدنا نتصرف شيء لحتى يصير كل شيء رسمي ماشي؟ وحاطين السفرة كمان. طيب وينه أخي؟ ليكو نايم جوا وعم ناديله ما عم بيرد علي. ماشي، أنا رايح أشوفه. ايه
أخي 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 ليش ما عم ترد علي؟ أخي ليش ما عم ترد علي؟ أخي بابا عمي أخي رد علي مشان الله. يا ربي منك. اتركوني بحالي، ما بدي اكل شيء، اتركوني نعسان وبدي نام. قوم أخي يلا، الكل عم يستنوك على الأكل، قوم معي. يلا عمي. خلص اتركوني ما بدي. طلعوا من غرفتي يلا. قلت لكم ما بدي اكل شيء، ما بتفهم انت وبنتك؟ أخي كرمال الله لا تعمل هيك. حميد الله عم يخليك أخي. اقول لك روح من وشي بقى. شو هاد؟ شو عم يصير؟ شو الحجارة هدول؟ مين في هنيك؟ روحوا شوفوا يلا 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 يا شباب حرك. يلا يا شباب يلا خلينا نطلع ونشوف شو في. ما في حدا، مين بده يطلع على الجبل بهالبرد؟ معك حق. تعا يلا نمشي. امشوا لشوف يلا. يلا يا شباب يلا تحركوا بسرعة. يلا يا شباب يلا يلا. الحشرة وقعت لحالها. بابا احكي مع عمي مرة تانية. ايه طيب. رشاد خلص بيكفي، وبعدين معك. والله هالشي اللي عم تعمله ما بصير. خلص بقى فرطة. يعني شو صار؟ قلت لحالي بتكون جهد. إلك من الصبح على لحم بطنك بيصير هالشي؟ ولك روحي من خلقتي. رشاد خلص، لا عم تاكل ولا عم تحكي، والله رح تمرض. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. شرفتوا. زارتنا البركة. أهلين بك زارة، تفضل. شو عاملين حسابنا بالشاي؟ تكرم عينك، هلا بصب لكم، تفضلي. ايه شو قال زينب صارت عروس وبدكم تجوزوها؟ مزبوط هالحكي ولا لا؟ ايه مزبوط، اجا نصيبها الله يوفقهم. واكيد فرحان له. ايه سيدي ان شاء الله تتهني بنتي. شكرا الله يسلمك. وإمتى العرس؟ لا تكتري غلبة يا بنت. امتى العرس رشاد اغا؟ شو رشاد اغا؟ ما تواخذوا بس مرضان شوي. بتعرفوا بيتأثر بالبرد دغري. ايه ما قلتوا لنا امتى العرس؟ ما حددنا، لسه ما طلب رسمي. قال رح يجيب الشيخ إبراهيم ويجي لعنا، يا اليوم يا بكرة، وبإذن الله رح نحدد موعد العرس. الله يقدم اللي فيه الخير. بدك تتجوزي ما؟ ايه ان شاء الله. رح تلبسي الفستان الأبيض؟ سعيد يا سعيد، هاتي ايدك. سعيد يا سعيد، سعيد 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 سعيد. سعيد سعيد. بتعرفي هالفستان كتير لابق لك؟ ألف مبروك عائشة. يا الله مو عاطية فرحتي لحدا. امتى رح يجي الدور علي؟ عقبالكم كلياتكم. إن شاء الله. إن شاء الله. ورجينا شوفي جهازك يلا. ايه يلا. ايه يلا عائشة. اها شوفوا مو شي حلو؟ سلام يا عيني شو يا حلو. الله انتي سويتي لحالك بجنن.
يا عيني شو هاد؟ ليش لابسه الفستان؟ الله عن جد حلوين. ما بتصير تلعبوا بالجهاز. خلص خالي نحن هلا منضبون. لا معلش لا تعذبوا حالكم. يلا خلص يا بنات يلا روحوا يا على البيت. يلا اتركوا العروس ترتاح. يلا بخاطركم. خاطرك خالي. مع السلامة. يعني لو ماما عايشة كانت فرحت كتير بهاليوم. شو بدنا نساوي؟ هيك الله كاتب لها، وأنا متضايقة مثلك. خلص حبيبتي، أحسن شي تقولي الله يرحمها. عن جد فستانة كتير حلو. إيه ما عجبني كتير. يا الله نيالا. ايه هذا اللي مو عاجبك حقه هديك الحسبة. هذا كمان حلو. يلا يلا وعبيوتكم تضربي منك هلا. تحرك بسرعة يلا. تحركوا على البيت. يلا لجوا. تحرك بسرعة. يلا يلا. ما شاء الله ما شاء الله، شو هالجمال كله يا بنت. يا حبيبة قلبي، هي صارت صبية ورح تتجوز. خير ان شاء الله. يعني مين بده يجي لعنا بهالوقت؟ انتوا خليكن جوا وانا رح افتح. اهلين يا اغا. ايه شايف البيت قديش دافي؟ اي والله. يلا تحرك، جيب شو في عندك اكل. انا بامرك يا اغا. شو رايك نقضي الليله هون معلم؟ البيت كبير وبيسعنا. ليش هيك عم تطلع؟ شبك لا تكون مو حابب الطعمينة عندك. بالعكس، بس القصة وما فيها انه بكرة المساء رح نعمل عرس بالبيت. لا تخاف، ما رح نطول عندك.